عندي عاده كده يا جماعه ان انا في الويك اند بحب ادلع اصحابي. تعالوا اقول لكم ازاي تدلعوا اصحابكم في اقل من دقيقه ونص، واعملي منشن لصاحبتك وما تسيبيش حقك. وهم الصحاب ليهم ايه عند بعض؟ اول حاجه طلبت شويه اكل جاهز على التسويه عشان ما كانش عندي وقت خالص، من ويب سايت براند اسمه ايزي ايتس. وللي ما يعرفش براند ايزي ايتس ده براند مصري من وجهه نظري هينقذ كل المستعجلين واللي عايزين يعملوا اكل خطير ومضمون ونظيف. وعلى فكره وصل لي بعد ما عملت الاوردر بساعه من على الويب سايت. ويلا بينا. اول حاجه هبتدي احمر لهم شويه من السبرينج رولز بالبسطرمه والجبنه من ايزي ايتس. مهم جدا ان الزيت بتاعنا يكون متوسط مش سخن قوي عشان الحاجه ما تتحرقش. بصوا في دقايق السبرينج رولز خلصت معايا كريسبي كده وخطيره، ودي بالنسبه لي التوب، عشان كده بدات بيها معاكم اول واحده. انتوا طبعا شايفين حلاوه المنظر. كمان بقى حمرت لهم شويه من سمبوسه ميكس جبن من ايزي ايت. لازم تقروا تفاصيلها ظهر العلبه قبل ما تسووها، وطبعا هي تنفع تتقلي في زيت او تخش في الاير فراير. اسمعوا معايا صوت القرمشه. بصوا الحشوه بتبظ من السمبوسه ازاي. حقيقي منتجات ايزي ايتس عجبني فيها جدا انها مخدومه كاننا عاملينها احنا في البيت. كمان حمرت لهم شويه من السمبوسه بحشوه هندي من ايزي ايتس، اللي بيحب الاكل الهندي هيعشقها. وجبت بقى صينيه مايوي وحطيت فيها شويه من الشيبسي وقعدت بقى ارص فيها الاكل. كمان حمرت لهم شويه من الموتزاريلا ستيكس من ايزي ايت. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا خطيره. كمان حمرت لهم تشيز بولز بالهالوبينو من ايزي ايت وميكس تشيز، وكمان واحده تانية محشيه ماكن تشيز، ودي كان بالنسبه لي بجد اختراع اول مره اجربه في حياتي. وبتطلع برده معاكم مقرمشه وخطيره. وبصوا من جوه بتبقى عامله ازاي، يعني حرفيا هتلاقوا التشيز بولز متغرقه في الجبنه. وندخل بقى على الكوردون بلو، اللي اقدر اقول لكم اللي هو من احلى الكوردون بلو اللي اكلته في حياتي. لا بجد اللي بيحب الكوردون بلو لازم تجربوه من ايزي ايت. تخيلوا بقى ان انا كمان حمرت لهم تشيز هوت دوج بايتس من ايزي ايت. لا انا دلعت اصحابي بجد يا جماعه مش هزار. بصوا بجد عامله ازاي من جوه. دي برده كانت اول مره اجرب التشيز هوت دوج. وكمان حمرت لهم شويه من الممبار بوبس من ايزي ايت، واخيرا شويه من التشيكن كاسادية من ايزي ايت. ونيجي بقى للحظه الحاسمه. رصيت كل الاكل في صينيه الخطيره بتاعت مايوي. انت كمان خلي صاحبتك تعزمك على منتجات ايزي ايتس وتعمل لك العزومه الخطيره دي. عاملين لكم خصم 10% بكود الخصم ده، يعني صاحبتك ملهاش حجه. يلا باي باي.